السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بنا بلغة برمجة بايثون 3. ده الجزء الخاص بالويب ديفلوبمنت باستخدام ديجانجو. الدرس اللي فات اتكلمنا عن الموديل وعرفنا ازاي بنكريت الموديل الخاص بالمدونة بتاعتنا. قلنا ان شاء الله النهارده هنشوف ازاي بنقدر نضيف الموديل ده في الادمن، صفحة الادمن بتاعتنا. هتروح عند الادمن دوت بي واي تفتحها. اول حاجة هتعملها انا عاوز اعمل امبورت، اجيب الفايل اللي اسمه موديل. تمام، هعمل فروم الحمد لله دوت موديل اهي. ليه انا كتبت دوت؟ الدوت هنا كل الفايده ان هي بتقول انا هات لي انا واقف في الدايركتوري اللي انا فيه، يعني انا واقف هنا. لما انا ضغطت هنا دوت معناه بقول له ان انا واقف في الدايركتوري ده، يعني روح في الدايركتوري ده دور على حاجه اسمها موديل. لو لاحظت هتلاقي الموديل والادمن موجودين في نفس المكان، فبقول له نفس المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي في الادمن هتلاقي حاجه اسمها موديل. هات دي فايده الدوت. تمام، هعمل امبورت بي كابيتال او اس بوست اهي. تمام، انت كده عملت امبورت للبوست. هتبقى ادمن، تكتب انا ادمن دوت سايت دوت ريجستر للايه، للبوست، عشان البوست ده يبدا يظهر معاك في صفحه الادمن. تمام، تعال نسيب. هتيجي نرن السيرفر ونشوف الدنيا في ايه. سي ال اس عشان ينضف لك الشاشه، يمسح كل حاجه. تمام، باي بي واي داش 3 بايثون 3 مانج دوت بي واي. بعد كده نعمل ران سيرفر، اعمل ران. تمام، دلوقتي كده انا شغلت السيرفر بتاع الجانجو، اشتغل وقال لك ان هو موجود على اي بي 127.001.8000. تعالى كده ندخل على الاي بي ده 127 اهو، اضغط انتر. خلينا نقول لك ان احنا دلوقتي عايزين ندخل على صفحة الادمن، فتعالى نفتح صفحة الادمن 127 دي سلاش ادمن، اضغط انتر. دي صفحة الويلكم بتقول لك جانجو اشتغل، فايه احنا مش محتاجين. جاب لك صفحة الادمن. طب طلب منك يوزر نيم وباسورد ومش راضي يفتح الصفحة. هو احنا اصلا كريتنا قبل كده يوزر نيم وباسورد؟ لا. طب ازاي هو يطلبها منك؟ الفكرة ان الميجريشن لما بتعمل ميك ميجريشن وميجريشن بيعمل هو محتاج انك تحط يوزر نيم وباسورد، فانت لازم هنا الاول تكريت حاجة اسمها سوبر يوزر. تمام، تعالى هنفتح هنا شيفت من لوحة المفتاح، كليك يمين، اوبن كوماند لاين هنا. تعالى نكريت سوبر يوزر. هنكريته ازاي؟ بي واي داش 3 مانج دوت بي واي. هتعمل كرييت سوبر يوزر. شايف كلها حته واحده، مفيش مسافات خالص. كرييت سوبر يوزر. تمام، انتر. هيبدا هنا يطلب منك، بيقول لك يوزر نيم. انت عاوز تحط اليوزر نيم ايه؟ تحطه تسيبه فاضي ولا تكتبه مستر روبوت زي ما انا عامل الديفولت بتاع الجهاز؟ فهكتبه ادمن. يقول لك اكتب الايميل ادرس بتاعك، اكتب اي ايميل او زي ما انت عاوز. انا هعمله admin.gmail.com. تمام، يقول لك حط الباسورد، هكتبه ادمن. اقول لك عيد الباسورد تاني، هكتبه برضو ادمن. تمام، بيقول لك في ايرور. ماشي، ادمن يقول لك سكسس سوبر يوزر كرييتد سكسسفولي، يبقى هو كده كاريت سوبر يوزر. تمام، خليك فاكر ان السيرفر لسه شغال، لو عاوز تعملها والسيرفر ما يكونش شغال ويطلع لك مشكله. تعالى نعمل ريفرش. تمام، عملنا ريفرش للبيج. عاوز هنا انك تكتب يوزر نيم وباسورد، احنا كريتناهم ادمن ايه، ادمن. اعمل لوجن، ظهرت معانا الصفحه. ولاحظ حاجه في الصفحه، عندي بوستس بلاج تحت اسم بلاج بوستس، دي اللي احنا كريتناه، ده الموديل اللي احنا كريتناه في الفيديو اللي فات اللي هو ده. طب انا عاوز اعرف ان هو ده الموديل ولا لا. شايف دول الوتر والتايتل والتكست وكريت ديت والببلش ديت؟ تعالى كده، تعالى على بوست، اضغط كده على اد. شوف كده ايه اللي هيحصل في اد بوست. مش عارف الجهاز تقيل ليه.
قلنا ضغط اد كان في مشكله في المتصفح. تمام. ايه اللي ظهر عندك لما ضغطت اد؟ شايف ووتر، تايتل، تكست، كرييتد ديت وببلشد ديت. ملاحظ حاجه؟ دول اصلا اللي احنا كتبناهم المره اللي فاتت، هم دول الووتر والتايتل والتكست وكرييتد ديت وببلشد ديت. تعالى كده افكرك بحاجه. قلت لك ان الووتر فورين كي، تمام، وقلت لك ان التايتل عباره عن تشار فيلد، وقلت لك ان الفكره في التشار فيلد ان هو تكست بس بقدر احدد حجمه، وده اللي ظاهر هنا هياخد 200 بس. لو لاحظت التكست، شايف التكست فيلد حجمه كبير، لان قلت لك التكست فيلد هنا عباره عن تكست مش محدد. وقلت لك ان الكرييت ديت والببلش ديت عنوانهم ديت تايم فيلد، شايف الديت تايم فيلد، وشايف اللي انا عطيت لها ديفولت التايم زون دوت ناو، جايب اهو التايم زون دوت ناو، تمام، جايب الوقت اللي احنا فيه. يبقى ده ايه البوست. ما تيجي كده ننشر بوست ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالى ادمن، نقول له مثلا جانجو بيزكس، اكتب انا اي حاجه احنا بنعدلها احنا بعدين، وناو تو دي عشان يجيب لك، وبرده ناو تو دي عشان يحدد اللي احنا عاملينه. اعمل سيف اند اد انذر، هو كده اتسيف. شايف the post Django basics was added successfully, you may add another post below. ده لو انت عاوز انك تضيف تحت. لو انت فتحت الصفحه بتاع بوستس، شايف في بوست اهو، تقدر انك تعمل له سيلكت وتعمل له من هنا ديليت لو انت عاوز. تمام. تعال نضيف كمان بوست، مثلا بايثون او بي، ضفنا اي كلام كده اهو نجرب بيه بس، واحنا هنبقى نعمل له ايديت بعدين. تعالى نعمل سيف اند اد انذر، شايف اتضاف. تعالى كده اعمل ريفرش للصفحه، بايثون او بي، تقدر زي ما قلت لك تعمل سيلكت وتمسح اللي انت عاوزه. تمام. تعالى نراجع اللي احنا عملناه كده النهارده على السريع. انا كنت بجرب على الفايرفوكس اشوف اشتغل ولا لا، فاشتغل. ده السيرفر وده السوبر يوزر. عملنا ايه النهارده على السريع كده؟ قلت لك تعالى في الادمن اعمل امبورت للمودلز، الملف اللي احنا كريتنا في الموديل بتاعتنا. قلت لك ان النقطه دي كل الفكره معناها ان هات من الدايركتوري اللي انا واقف فيه. هتعمل امبورت لايه من الموديل؟ احنا كريتنا ايه في الموديل غير البوست الكلاس بتاعتنا، فنعمل امبورت للبوست. وقلت لك خد بالك البي كابيتال. طيب بعد ما عملت له امبورت عاوزها تظهر معايا في الادمن، فبقول له ادمن دوت سيف دوت ريجستر البوست عشان تبدا تظهر معايا. تمام. اول ما جيت تعمل لوجن طلب منك يوزر نيم وباسورد، وقلت لك احنا لسه ما كريتناش اصلا سوبر نيم وباسورد، فهتروح في الدايركتوري بتاعك وهتكتب بي واي داش 3 مانج دوت بي واي، تعمل كرييت سوبر يوزر، ده اللي هو اليوزر اللي يقدر يدخل على الادمن. هيطلب منك طبعا اسم، هيطلب منك جيميل او ايميل، هيطلب منك باسورد، ويقول لك الاخر سوبر يوزر كرييتد سكسسفول. بعد ما انت تخلص تقدر ان انت تعمل لوجن على الادمن. طبعا ده الادمن اهو، ده اللينك بتاعها. بعد كده بعد ما انت بتدخل على صفحه الادمن اهي بتلاقي بوست سيو بلوك، ده اللي احنا ضفناهم جديد. بتروح على اد وتقدر تضيف البوست اللي انت عاوزه، وقلت لك ان دي الحاجات اللي احنا كريتناها. ولو انت جيت في الموديل عندك هنا ضفت اي حاجه تانية غير دول هتلاقيها ظهرت معاك هنا. تمام. ونشرنا بوستين اللي هم دول، وقلت لك تقدر تمسحهم. تمام. كده درس النهارده خلص. اتمنى ان هو يكون واضح، واتمنى ان تكون الامور وضحت شويه في المدونه، الامور بدات توضح والناس بدات تفهم. اي مشكله او اي حاجه واقفه معاك على طول انشر تحت الفيديو او على الجروب بتاعي بايثون كوميونتي ايه المشكله عشان نحاول نحلها من الاول. اي استفسار او اي اقتراح لاي حاجه او اي حاجه عاوز لها شرح انشر على الجروب او اطلبها مني في رساله. الايميل بتاعي هتلاقيه تحت الفيديو وكمان الجروب. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.